في واحده عامله كومنت على فيديو من فيديوهاتي على اليوتيوب فكاتبه انت كبير على الانمي. طب انا كده بقيت صغير على الانمي، اتفرج عليه عادي ولا ايه؟ بما ان المجتمع بتاع الانمي سواء على الفيس او الايفنتس اللي بتتعمل مليان بالانبهارات والمفاجآت، ففي الحلقه ديت عايز اتكلم عن الحاجات اللي بتضايقني في الكوميونتي بتاع الانمي. فالحلقه ديت هتبقى تحت عنوان ما فقرة حاجات سينجو بيكرهها. فقرة ثابتة كل حلقة. نبدأ بأول حاجة وهي الناس اللي بتتفرج على اتشي. أكيد كل واحد حر في تصرفاته ويتفرج على الحاجات اللي هو عايزها، بس إيه الاستفادة إنك تعرف الناس اللي أنت بتتفرج على اتشي؟ يعني مش كفاية إن دي حاجة حرام وربنا سترك فيها، لا انت بتفضح نفسك بنفسك وتقول انت بتتفرج عليه. غباء ليفل انفينيتي. الانمي دوت حاجة حلوة احنا بنستمتع بيه كلنا، فليه انت تحوله لحاجة بتغضب ربنا وبتاخد عليها سيئات في الآخر؟ وعشان اعرف ليه بيتفرجوا على اتشي سالت ناس صحابي كتير، وكان معظمهم بيقول لي يا ابني انا ما بتفرجش على اتشي عشان حاجه، انا بتفرج على اتشي عشان القصه. يعني انت سبت كل الانميات اللي اليابان عملتها وما فيهاش قصه خلاص وجاي في النوع دوت من الانمي هو اللي فيه؟ انا اتفرجت على حلقه واحده من انمي اتشي عشان اتاكد بس من موضوع القصه، وحصل مشهد يعني غريب مش له اي تفسير لغايه دلوقتي. المشهد كالاتي: كان انمي مدرسي تمام، ففي بنت ماشيه في المدرسه عادي، فحصل انفجار في مبنى من المباني بتاعت المدرسه. يعني المشكله مش في الانفجار، المشكله في الرياكشن بتاع البنت اللي كانت ماشيه في المدرسه. بعد ما المبنى اتفجر عملت ايه؟ ايه ده؟ طب ايه ايه علاقه كده بالانفجار اللي حصل؟ فين القصه؟ طيب اللوجيك بتاع الانمي ايه ظروفه؟ فين؟ الحاجه الثانيه اللي بتضايقني واللي عايز اتكلم عليها وهي اسمه انمي مش كرتون. في ظاهره غريبه حصلت كده كان من فتره في الجروبز بتاعت الانمي، كانوا جايبين ناس ماسكه يفط في الشارع وعاملينها بالفوتوشوب كاتبين ايه اسمه انمي مش كرتون، ونازلين الشارع بقى ومش عارف فيهم مظاهرات وبتاع. يعني ايه الفكره من الموضوع؟ يعني لما تنزل الشارع انت ماسك اسمه انمي مش كرتون الناس تقتنع بيك مثلا؟ تصدق صح ده انمي فعلا مش كرتون. يعني كانت تايهه مننا فين دي؟ اقناع الناس بان الانمي دوت حاجه مش للاطفال بس زاد عن حده جدا، لان عن تجربه شخصيه كل اللي كان بيقول لي انت بتتفرج على كرتون او انت لسه عيل صغير كان بيتريق عليا. فانت ليه تبذل جهد مع ناس كده هيتريقوا عليك مهما شرحت لهم الانمي ده ايه؟ بص، الانمي دوت ليه فئات عمريه كتير مش للاطفال بس. في انميات بتناقش مشاكل نفسيه ومشاكل اجتماعيه، في انميات تانية بتناقش مشاكل بيواجهها العالم كله، ومش بس كده لا ده بيطرح حلول ليها كمان وازاي تتعامل معاها. فما ينفعش عقل طفل صغير انه يستوعب الحاجات دي. كرتون برضو كرتون اتفرج على كرتون لا فلما حد يقول لك انت بتتفرج على كرتون او انت لسه عيل صغير هترد عليه رد بسيط جدا: ايوه انا بتفرج على كرتون. عايز حاجه؟ الحاجة الثالثة وهي انا مش عارف اسميها ايه الصراحة، هو في تقريبا شخص مجهول محدش يعرف عنه اي حاجة بيخلي الناس تتفرج على انمي معين في فترة معينة في وقت واحد، اللي هو متعرفش مين ده، زي التاكون تايتن مثلا، مع ان في 200 انمي نزل في نفس الموسم اللي هو نزل فيه، تلاقي كل الناس اتفرجت على الانمي دوت بالذات في نفس الوقت. او ون بانش مان مثلا، مع ان في انميات كتير قوي نزلت في نفس الموسم واحده منه، لا تصحى الصبح تلاقي الناس كلها متفرجه عليه وبتعمل كوميكس عليه كمان. فمين بقى الشخص اللي هو بيقول لهم اتفرجوا على الانمي دوت؟ لا ما تتفرجوش على الانمي دوت، تعرفش مين. المشكله بقى اللي بتواجهني انا لما اتفرج مثلا على انمي ويعجبني واعمل عليه كوميكس، بس لان الانمي دوت مش مشهور بالنسبه لناس كتير فمحدش يفهمه او يتفاعل معاه. لكن لو عملت بقى كوميكس على انمي ناروتو او ون بيس فانت ليه تخلي شخص معين يتحكم في الانميات اللي انت بتتفرج عليها؟ انا كواحد بتفرج على انمي بدخل مثلا على ماي انمي ليست، اشوف الانميات الجديده اللي نزلت، اشوف النوع الانمي اللي انا عايز اتفرج عليه، اشوف قصته، عجبني ماشي، ما عجبنيش اشوف اي انمي غيره. الحاجه الرابعه اللي بتضايقني وهي الناس الزياطه. ايه ده؟ هي الزياطه بتتكتب بالظه ولا بالزال؟ مش عارف والله. ما علينا. ودول بقى انواع كتير، منهم اللي بيقارن شخصيات انمي بشخصيات انمي تاني خالص، اللي هو مثلا واحد يقارن لك سايتاما بجوكو ويقول لك بقى ايه ان سايتاما اقوى من جوكو. ده بقى مخه عباره عن كتله براز متحجره. ليه؟ انمي دراجون بول، انمي تشونين اكشن، ون بانش مان انمي كوميدي ساخر، ده عالم تاني خالص، ده ليه تعريف
قوه خاص بيه، ده بيلعب مش عارف ضغط وبطن وعقله. فانت ازاي اساسا تقارن شخصيه انمي مختلف تماما عن انمي تاني؟ لا ومش بس كده، لا ده بيحاول يقنعك اساسا ان سايتاما فعلا اقوى من جوكو. بص يا ابني، اصل سايتاما لما طلع القمر نزل على الارض بسرعه تقريبا ضعف سرعه الضوء في ثانيه واحده، كان ممكن يكسر الارض كلها، بس هو ما رضاش لان ايه، عمل ما نزلش بقوته كامله. وده بيدل على ان جوكو هو اضعف من سايتاما بكتير، وسايتاما اقوى منه، لان انت لو رجعت حلقه رقم 8 هتلاقي ان سايتاما اسكت، اتذكت تسكت. الحنك دي ما يتكلمش، ده يطف بس، والطفه تجعل وش للتاني. في بقى نوع تاني وانا لاحظت في الفتره الاخيره اللي هو عايز يحسسك ان هو احسن منك في كل حاجه. انا اتفرجت على 30 انمي يا ابني، انا اتفرجت على 200 انمي يا ابني، انا قريت مانجا كتير يا ابني، انا برسم مانجا يا ابني، انا عملت كوسبلاي ساسكي، انا عملت كوسبلاي هيناتا يا ابني، انا رحت اليابان، انا ياباني اساسا يا ابني. Nobody cares. مش هتكسب انت كده لو تكون مثالي لما تبقى احسن من كل واحد في كل حاجه يعني. خلاص الكلام، الانمي دوت حاجه حلوه، عايزين نستمتع فيها مع بعض، عايزين نحب بعض، عايزين ما تيجوا نتعايش، ما تيجوا نتعايش وكده وكده. الحلقه اللي فاتت في ناس كتير قوي كتبت في الكومنتات عن افكار الحلقات الجايه ان شاء الله هعملها، بس انا ممكن الحلقه الجايه اعمل فانز من عالم اخر، فمش عارف ايه راي الناس في الموضوع دوت. فلو عايزين فانز من عالم اخر الجزء الرابع قولوا لي في الكومنتات. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.